الصداع النصفي هو مرض عصبي شائع جدا، ويزداد شيوعا في الوقت الحاضر بفضل أنماط حياتنا المزدحمة التي تترك لنا وقتا قليلا جدا للراحة، سواء جسديا أو عقليا. الصداع النصفي هو حالة قابلة للشفاء تماما من منظور عملي. لهذا يجب أن نعتبر الصداع النصفي عرضا لنمط حياة سيء بدلا من كونه مرضا. الأشياء الأساسية جدا التي تحتاج إلى القيام بها إذا كانت تعاني من الصداع النصفي: يجب أن تتأكد من الذهاب إلى السرير في الوقت المناسب في الليل. الوقت المثالي للعشاء هو 7:30 مساء. إطفاء الأجهزة والأضواء في 8:30 صباحا. يجب أن تكون في السرير بحلول 9. قد تنام في 9:30 صباحا أو 3:30 صباحا، هذا لا يهم. الوقت المناسب للذهاب إلى السرير هذا في يديك، أما متى يأتي النوم فهذا بالطبع في يد الله، لكن يجب أن تتأكد من الذهاب إلى السرير في الوقت المناسب. يرجى التأكد من تناول الطعام في الوقت المناسب. كمية الوجبة لا تهم، ولكن يرجى التأكد من تناولها في الوقت المناسب، لأن الصيام والجوع بحد ذاتهما محفزان خطيران للصداع النصفي. تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي. القهوة، الشاي، الشوكولاتة، الكحول، التدخين، البان، الشيشة، جميع منتجات التبغ، السوباري، كل هذه الأشياء تعتبر محفزات سيئة جدا للصداع النصفي. وتجنب الاستماع إلى الضوضاء العالية أو الموسيقى الصاخبة. اقتراحي هو تجنب استخدام سماعات الرأس تماما إذا كانت مريضا بالصداع النصفي. تجنب ارتداء العطور القوية، وتجنب العود والبخور والمواد الأخرى التي تنتج روائح قوية. والخطوة الأخيرة هي تناول الأدوية بانتظام. لذلك، إذا تحمل المريض مسؤولية علاج الصداع النصفي بشكل كامل، يمكن علاج الصداع النصفي. إذا كانت تعتقد أن الصداع النصفي يمكن علاجه فقط ببعض الأدوية وبغض النظر عن مدى كفاءة طبيب الأعصاب، فأنت بالتأكيد ستصاب بخيبة أمل. لذلك، الصداع النصفي هو مرض، أكثر من كونه مرضا هو عرض لنمط حياة سيء، وهنا يبدأ العلاج. وإذا كان نمط الحياة جيدا، يصبح عملي سهلا جدا، وعندما يكون عملي سهلا جدا، تحصل على علاجك في أسرع وقت ممكن.